السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية النهاردة رؤية مهمة جدا وخطيرة جدا ومحذرة جدا، وهي رؤية الثعبان في المنام. الرؤية دي من أقوى الرؤى التحذيرية اللي فيها رسائل مباشرة جدا ليك، ويجب إنك تاخد حذرك وتستعد بعد هذه الرؤية على حسب تأويلها. وتأويلها بيختلف من شخص لشخص على حسب الأحداث اللي مرت عليه في الرؤية. يعني في شخص يرى الثعبان طويل جدا مدى البصر، وفي شخص يرى الثعبان قصير. في أشخاص بترى أحجام مختلفة للثعبان. هل الثعبان سميك جدا زي الرفيع جدا؟ أكيد لا في الرؤية. في بعض الأشخاص اللي بترى الثعبان في غرفة النوم، مثلا على السرير أو خارج من الدولاب أو موجود على سجادة أو موجود على ستارة. كل حاجة لها تأويل مختلف. طب يا ترى شفت سم الثعبان في المنام ولا لا؟ سم الثعبان له تأويل لو دخل في الجسم أو لو شفته بره الجسم. طب شفت أنياب الثعبان موجودة؟ هل عضك ولا لا؟ تفرق قوي في الرؤية. طب لو شفت في الرؤية ان انت الثعابين دي انت اللي بتطاردها وانت اللي بتهاجمها لحد ما قتلتها، الرؤية طبعا بيكون معناها مختلف جدا. لو ان الثعابين هي اللي كانت بتهاجمك وقتلتك او عضتك او بعد الشر التفت حول جسمك وحصل لك اختناقا ما في الرؤية. تعبير الرؤية وسياق الرؤية بيختلف من شخص لشخص على حسب الرؤية وسياقها ماشي ازاي. ويلا بينا نبدأ نتكلم عن الثعبان الأسود في المنام. النهاردة هتكلم عن الثعبان الأسود تحديدا في الرؤية. ايه معناه؟ زي ما انتوا عارفين الثعبان هو اللي ظهر في قصة سيدنا موسى مع السحرة، هو رمز كبير جدا جدا للسحر. الثعبان الأسود تحديدا في الرؤية لما بيتشاف للأسف الشديد بيكون دلالة على إصابة بالسحر. الثعبان نفسه في المنام من دلالات وجود شيطان في حياتك، وهنا بيكون خادم السحر في المنام جاي لك على هيئة الثعبان الأسود. وإنك تشوف الرؤية دي علشان تنتبه جيدا إن عندك إصابة، ربما أنت ما تعرفش الموضوع ده. خصوصا بقى إذا شفت الثعبان الأسود في المنام بيتحرك كده ونشط، تعرف إن السحر ده حاجة نشطة، ممكن يكون كمان حاجة جديدة جدت عليك في حياتك. كل ما كان الثعبان الأسود في المنام أكثر ضخامة وأكثر شراسة في أنيابه أو في النفحة بتاعته والتخويف بتاعه أعزكم الله منه، كل ما كان السحر أقوى في التأويل وأشد. كل ما ضعف الثعبان دوت في المنام وكان رفيع وصغير، كل ما كان السحر ده بيقل وخادم السحر بتقل قوته مع الوقت. وده هنا بيكون الرمز مبشر لو الشخص ده ماشي في برنامج علاجي انه بتقل من عنده الاسحار، وان شاء الله ربنا يكتب له الشفاء. من اكتر الرؤى المشهورة ان اشخاص ترى الثعبان الاسود في غرفة النوم. هنا الشخص بقى ده لو كان متزوج تعرف على طول ان هو عنده سحر اسود للاسف الشديد مصاب بيه، بيكون سحر تفريق في الاغلب، لانه دايما بيشوفه اما فوق السرير او تحت السرير او خارج من الدولاب. الشخص ده بيكون عنده اصابة بسحر التفريق. لو شفت الثعبان الأسود ميت في المنام تعرف ان انتهاء الإصابة دي تماما. كمان من أكتر الرؤى المشهورة ان الشخص يشوف الثعبان الأسود وهو عند باب الشقة قاعد زي ما يكون حرس كده، تعرف ان الاشخاص دول عندهم سحر مرشوش، وكل ما بيعدوا في المكان ده كل ما بيحصل اصابة واذى اكتر. المكان اللي شفت فيه الثعبان الاسود احذر منه في المنام، لان ربما يكون بالفعل المكان ده موجود فيه سحر حقيقي وممكن تستخرجه او شيء من هذا القبيل. الثعبان اذا التف على رجلك تعرف ان للاسف عندك اصابة في الرزق بسحر التعطيل. واذا كان ملفوف على جسمك في اي مكان، كل مكان وله دلالة معينة، يعني الرقبة غير الإيد اليمين غير الإيد الشمال غير البطن وهكذا، ويطول الشرح في الموضوع ده. لكن إذا رأيته على جسمك ولمسك تعرف ان ده مس شيطاني وعليك الرقية. كل اللي انا بقوله ده كل اللي انا فسرته من الاسحار طبعا عليك الرقية، وعليك انك تقرأ سورة البقرة يوميا الى ان يشاء الله ويرفع عنك هذا الابتلاء. من اجمل الرؤى ان انت تشوف الثعبان وتمسكه وتقتله، هنا انت عرفت ان عندك اصابة او انك عملت رقية معينة وبالفعل تمكنت من الخادم ده وقتلت الشيطان دوت حقيقي. من اجمل الرؤى لو شفت انك تمكنت من الثعبان وقتلته. في ناس بتشوف ان هي قتلته او ذبحته او حرقته او شقته بالنص
شق كده بالفعل. في ناس بتشوف ان هي قطعته، وكمان في ناس بتشوف انها طبخته، وده بيكون من اجمل التفسيرات. ليه؟ لان ده بيكون تمكن شديد جدا جدا منك بالقراءة والقرآن والاذكار من السحر ده. انك تقتله ده نهاية طيبة جدا مهما كانت احداث الرؤية. لكن الصعب واللي فعلا بيكون تحذير جدا اذا هو اللي بيصيبك، واذا هو اللي بيهاجمك، واذا هو اللي بيلتف حول جسمك او بيعضك للاسف الشديد. هنا اصابة مؤكدة بالسحر. الثعبان الاسود تحديدا من الرؤى اللي 99% منها بيكون للاسف الشديد اصابة بالسحر. لا هو عدو، ولا هو حسد، ولا هو شخص خبيث، ولا كذا ولا كذا. بيكون خادم السحر مباشرة. انك تتخلص منه في المنام تخلص ان شاء الله، وبشرى ليك بالشفاء من الاسحار. اما اذا كان الثعبان ده كان موجود مثلا في مكان وحواليه ملابس، وانت ما كنتش واخد بالك في الرؤية خالص، او ان هو اكتشفت في الرؤية ان هو موجود وحضرتك لم تبالي، فهنا معناها انك لازم تاخد حذرك جدا وتنتبه، وتاخد بالرسائل اللي جايه لك ما تهملهاش. في سحر وفي خادم سحر متربص ليك، لكن انت ما بتعملش رقية، ما بتاخدش بأي سبب علشان تذهب البأس ده عن حياتك والابتلاء. فهنا الرؤية بتقولك انه موجود وانت ما بتعملش حاجة خالص. المهم ان يكون معاك أداة، وانك تكون يعني تتخلص منه. هنا الرؤية ان شاء الله بتكون رؤية طيبة جدا، وبإذن الله إذا تخلصت منه فهو تخلص من السحر، والله تعالى أعلى وأعلم. أتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.